أهلا بحضراتكم من جديد. لسه مع حضراتكم في صباحنا أحلى، وحديثنا دلوقتي هيكون عن المتحف المصري الكبير اللي الدولة بصدد افتتاحه إن شاء الله يعني خلال الشهور القادمة، واللي بيعتبر إضافة مهمة جدا للسياحة الثقافية في مصر، لأنه يعني بيمثل بالتأكيد وجهة عالمية متكاملة لعرض التراث المصري القديم بشكل رائع جدا. بيساهم كمان المتحف في تنشيط السياحة الثقافية بشكل كبير جدا، وبيدعم مكانة مصر كوجهة سياحية رائدة. عن المتحف المصري الكبير اللي بيعتبر أهم إنجاز أو أهم مشروع ثقافي في القرن ال21، بيسعدنا يكون معانا في هذا اللقاء دكتور نجوان حسني، الخبير الأكاديمي في مجال السياحة الترويحية والتسويق الإعلامي. أهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا. صباح جميل إن شاء الله. صباح الجميل على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. دكتور نجوان، يعني اهتمام كبير جدا من الدولة المصرية بقطاع السياحة الثقافية. عاوز أعرف إيه هي الأسباب أو أسباب الاهتمام بهذا القطاع تحديدا، وإزاي بتخدم السياحة الثقافية رؤية مصر 2030؟ والله هو سؤال جميل جدا ان احنا نبتدي بيه فعلا، وهي بدايه مبشره طبعا ان الدوله المصريه مهتمه فعلا ومعنيه بالسياحه الثقافيه. طيب ليه يا ترى؟ احنا الاول كنا يعني مهتمين بالسياحه الترفيهيه، السياحه البيئيه، لكن اصبحنا بنحط سبوت كبير قوي على السياحه الثقافيه. يا ترى ليه؟ هل عشان مصر بتمتلك ارث حضاري بيمتد ل 3700 سنه؟ هل يا ترى كده، ولا في رؤيه ثانيه للموضوع؟ هل ان احنا عشان بنملك اكتر من ثلث اثار العالم، ولا هل عشان نجمع كل اثارنا من جميع المحافظات ونحطها زي ما حضرتك قلت في المتحف المصري الكبير، ولا في متاحف اخرى تم افتتاحها؟ تساؤلات كثيره جدا حول هذا الموضوع، وليه مصر تحديدا اهتمت بالسياحه الثقافيه. بعد اذن حضرتك واحنا بنكمل، بس خلينا كده علشان كل الناس اللي بتشوفنا احنا عارفين انه السياحه انواع، دي السياحه الدينيه والسياحه الترفيهيه وغيره، ولكن تحديدا كده مسمى السياحه الثقافيه للي مش عارف نقول له ايه؟ السياحه الثقافيه اللي هي بقصد بيها اللي هي سياحه المتاحف اللي عندي، المساجد الدينيه الاثريه، نعم. الاماكن الاثريه اللي عندنا كتيره جدا اللي ممتده على مستوى محافظات الجمهوريه. طبعا اهتمت الدوله بالسياحه الثقافيه. يمكن احنا بنقول ان السياحه اكتر قطاع تاثيرا بالاجواء اللي حوالينا، واكتر قطاع تعافيا، يعني بتعافى بسرعه جدا وبسهوله جدا. بما اننا مرينا باحداث كتير جدا، ارتقينا ان السياحه الثقافيه هي اكتر سياحه يعني مدره للدخل القومي بشكل كبير جدا. ليه؟ لان السياحه الترفيهيه يمكن تكون سياحه وقتيه او موسميه، لكن السياحه الثقافيه ممتده طول العام، بالمؤتمرات وغيره، فعاليات كتيره جدا. عندي متاحف، عندي مساجد، عندي اماكن اثريه كتير جدا بستغلها طول العام. فطبعا ده كان شق مهم جدا. تاني حاجه ان عندي السائح الثقافي هو اكتر سائح مسرف، يعني بيدر دخل، ان هو بيدفع في الاماكن الاثريه، بيدفع في المواصلات، بيدفع في الفنادق. اذا هو بينفق اكتر من السائح الترفيهي. تاني حاجه كمان مده اقامته بتبقى كبيره جدا، لانه بيقعد فتره عشان يزور المتحف هنا، النهارده يروح المكان ده، بكره هيسافر هنا، هيروح هنا. اذا مده اقامته بالطول، يبقى انا بستفيد. ثالث حاجه كمان ان هو سفير ليا في الخارج. هو لما بيتمتع بالاثار بتاعتي بيصورها، بيروح بره بيحكي عنها. طبعا انا كده باخد شق ايه، بيروج لي للسياحه بتاعتي. الاهم من ده كله ان احنا طبعا مصر بتمتاز انها عندها حضارات كتيره جدا، بدءا من الحضاره الفرعونيه، الحضاره القبطيه، الحضاره الاسلاميه، الرومانيه، اليونانيه. طب انا ليه ما استغلش كل ده واوجه انظار العالم ان مصر عندها سياحه ثقافيه غير مسبوقه؟ ثالث حاجه وهي الاهم، يمكن دي اهم نقطه، انا عايزه احقق رؤيه مصر 2030. احققها ازاي؟ من خلال استدامه الموارد بتاعتي. ايه اللي هيحقق لي استدامه؟ اكيد السياحه الثقافيه. ليه؟ لانها بتدر دخل كبير جدا، والدليل على كده ان انا العوائد السياحه بتاعتي
كان عندي السنه اللي فاتت تحديدا 15 مليون و700 الف سائح زار مصر تحديدا، ولكن لما اعلنا عن بدء الافتتاح للمتحف المتحف الكبير بدا عدد السائحين بيزيدوا، لان احنا فتحنا افتتاح تجريبي. فبالفعل تم رصد عدد السائحين لقيناهم تضاعفوا ل 16 مليون و400 الف سائح. اذا السياحه الثقافيه لها بعد كبير جدا، بتزود لي عدد السائحين، بتزود لي الدخل. رابع حاجة وهي المهمة جدا، مصر بتراهن على القوة الناعمة اللي هي السياحة الثقافية. دي قوة مصر الناعمة، لأن مصر لديها العديد من المتاحف، ويمكن كمان ده حفز لي الاستثمار، حفز لي إقامة فنادق، حفز لي إن أنا بدأت أظبط الطرق بتاعتي، أصبحت بربط المحاور بعضها ببعض. إذا في سهولة، وبحيث إن أنا أحسن التجربة السياحية للسائح. لما السائح يجي عندي في تجربة سياحية ممتازة، في خدمة سياحية، يقدر ينتقل من مكان لمكان بسهولة ويسر، أكيد ده انطباع جيد وهيروج لي للمنتج السياحي بتاعي. إذا كان في اهتمام كبير بالسياحة الثقافية، كان في اهتمام بالطرق وتحفيز للاستثمار وإنشاء فنادق وإنشاء محاور جديدة، وكل ده خدم لي على قطاع السياحة الثقافية اللي بالفعل هتحقق رؤية مصر 2030، وهو ده القطاع المستدام. وعشان كده مصر بالفعل اهتمت بالسياحة الثقافية، وعلى فكرة ده توجه عالمي. يمكن عالميا دلوقتي كل العالم فعلا مهتم بالسياحة الثقافية، لأنها أكثر إضرارا للدخل وكمان أكثر جذبا. ويمكن إحنا أصبحنا بننافس المتاحف العالمية كمان، وأصبحنا فعلا يعني على المحك العالمي. ودي يعني رؤية مبشرة إن أكيد السياحة الثقافية هي استراتيجية جديدة للدولة المصرية، بنحيي القيادة السياسية عليها. جميل. ليه المتحف المصري الكبير هو بيعتبر زي ما بنقول كده يعني المشروع الثقافي الأبرز في القرن ال21؟ وإيه هي كمان أهم بقى المقتنيات اللي موجودة فيه؟ المتحف المصري الكبير ده فعلا يعني هدية مصر للعالم أجمع. ليه؟ لأن المتحف اللي مصنف أول متحف على مستوى العالم بيضم حضارة بعينها، حضارة واحدة بس اللي هي الحضارة المصرية بالأسرات المختلفة، من عصر ما قبل الأسرات إلى العصر الحديث. إذن لا، المتحف المصري الكبير كمان أخذ جائزة فرساي العالمية، وصنف ضمن أجمل 7 متاحف على مستوى العالم. إذا مصر فعلا محطوطة على المحك العالمي. المتحف دوت قصته كبيرة جدا. لا تتخيل حضرتك إن إحنا المتحف ده مش وليد اللحظة أو وليد اليوم. لا، المتحف ده فعلا حرفيا هو وليد 25 سنة. 25 سنة إحنا بنخطط إن إحنا إزاي نعمل المتحف المصري. الفكرة جت في سنة 2000. مصر اقترحت بضرورة إنشاء متحف يجمع كل الآثار المصرية، وبالفعل تم طرح الفكرة وتم وضع حجر الأساس ليه في 2002. سنة 2002 تم وضع حجر الأساس، وأعلنت مصر عن مسابقة على مستوى العالم. شاركت فيها كم دولة حضرتك؟ كم شركة؟ عدد كبير طبعا. المشروع عملاق لأنه أضخم مشروع في التاريخ. ويمكن ده هيبقى اكبر متحف فعلا زي ما قلنا على مستوى العالم، اللي هو بيجمع حضاره بعينها. مين اللي فاز بالانشاء؟ كانت شركه ايرلنديه من ايرلندا. دي يا ترى فازت لانها لعبت على شق مهم جدا، الماركتينج، التسويق. التسويق دي قضيتي على فكره، وانا حد معني جدا بموضوع التسويق، لاني بشوف دايما ان نجاح اي عمل مش بيتم الا من خلال التسويق الجيد له. ازاي اسوق للمنتج السياحي بتاعي؟ شركه ايرلندا ديت اللي هي اسمها هيلينجن بين، هي الشركه دي اللي فازت بالتصميم. ليه؟ لانها درست السوق المصري كويس، درست كمان الحضاره المصريه، واهم ما يميزها حضرتك لو بصينا على المتحف من فوق هنلاقي بياخد الشكل الهرمي. البوابات كلها شكل هرمي. ليه؟ لان الاهرامات تحديدا هي الواجهه الاساسيه لمصر، وعند المصري القديم كانت اهم حاجه عنده هي الاهرامات. فبالتالي فازت الشركه دي بالفعل، وتم انشاء المتحف من هذا الوقت تحديدا. وفي عام 2006 تم عمل اول حاجه اتعملت في المتحف. ايه؟ تخيل حضرتك، مركز عالمي للتسويق، مركز عالمي للترميم.
المركز ده بيعد اكبر مركز في الشرق الاوسط لترميم التحف الاثريه والاكتشافات. اي اكتشاف بيتم اكتشافه او اي اثر بيتم في المكان ده ترميمه بشكل جيد بالحفاظ على الهويه البصريه والهويه المصريه، وعلى ايدي طبعا خبراء على اعلى مستوى من زرقشه، من نحت، من جميع الفنون بنلاقيها في المركز دوت. وكمان تم عمل ممر كبير او نفق كبير تحت الارض ليه؟ عشان يمر فيه الاثر اللي تم ترميمه ويطلع على طول على المتحف المصري. حضرتك متخيل دقه مصر في انها تحدد اول حاجه تتبنى ايه؟ الترميم، مركز الترميم، علشان اهتم بالاثر المصري اللي هو واجهتي للعالم طبعا. وبعد كده تم بالفعل اول حاجه، اول قطعه اثريه دخلت المتحف المصري كان تمثال رمسيس الثاني الجد الاعظم للمصريين القدماء. بالفعل تم نقله، وده له قصه كبيره جدا، ان هو تم اكتشافه سنه 1882 في ميت رهينه، وبالفعل في عهد الرئيس جمال عبد الناصر تم نقل التمثال دوت لباب الحديد اللي هو رمسيس، ميدان رمسيس. وبعد كده تم نقله في 2006 من ميدان رمسيس لمنطقه المتحف المصري، ولكن تم دخوله البهو الكبير في مكانه الحالي. هو موجود في البهو الكبير امتى؟ في 25/1/2018. طيب خلينا نبص بقى على المتحف وعظمته. المساحه بتاعته قد ايه؟ تخيل حضرتك 500,000 متر مربع، يعني يعادل 117 فدان. حضرتك متخيل المساحه المهوله دي اللي تم انشاء المتحف عليها؟ عشان كده بقول ده اضخم متحف على مستوى العالم بيجمع حضاره واحده. طيب في كام قطعه اثريه؟ متخيل الرقم اللي هقوله دلوقتي؟ 100,000 قطعه اثريه. حضرتك متخيل 100,000 قطعه اثريه بتتناول حقب زمنيه مختلفه بدءا من عصر ما قبل الاسرات الى العصر الحديث. طبعا حاجه فعلا عظمه، هنقول يعني طبعا. فعلا عظمه مصر فعلا بتبان في هذا المتحف المصري الكبير. طيب اختيار حتى المكان يا رب، بالظبط، اختيار المكان ان هو في مواجهه الاهرامات، وفي مسافه 2 كيلومتر ممشى سياحي ما بين المتحف الكبير وبين منطقه الاهرامات. الممشى السياحي ده محافظين فيه على الهويه البصريه. حتى انشاء المتحف نفسه الشكل الهرمي اللي قلنا عليه، لو هنبص على البوابه الرئيسيه من الخارج هنلاقي فيه فتحه صغيره. الفتحه الصغيره دي بيدخل منها اشعه الشمس مرتين في السنه على تمثال رمسيس الثاني. حضرتك متخيل يعني زي ما كان طبعا دي حاجه رائعه عشان تظبط الانشاء بهذا الشكل. لما يتم اشعه الشمس تشرق على منطقه الاهرامات تنعكس على هذه الفتحه ليدخل على الملك رمسيس الثاني. طبعا دي حاجه عظيمه جدا طبعا. ودي طبعا حاجه مبهره للسائح طبعا. أكيد. انا كده بجذب السائح المصري والعربي والاجنبي والعالمي علشان يشوف عظمه انشاء هذا المتحف اللي فعلا يعتبر تحفه فنيه ومعماريه على اعلى مستوى. طيب خلينا نشوف بقى الزياره. لما هندخل نشوف المتحف هنشوف ايه في الاول؟ اول ما هندخل من بره في البهو الخارجي خالص هنلاقي المسله المعلقه. المسله المعلقه دي سميت مسله معلقه لان يقدر السائح يدخل من تحتها. اول مسله في التاريخ للملك تحتمس الثالث. المسله دي تقدر تخش من تحتها وتشوف كمان الشعار بتاع الملك تحتمس الثالث. حضرتك متخيل مسله معلقه يقدر السائح يدخل تحتها؟ دي اول مسله في التاريخ وفي العالم كله. مفيش مسله معلقه الا في مصر في المكان ده تحديدا. شوف حضرتك العظمه. هدخل بعد كده على المتحف المصري. البوابه هلاقي البوابه شكل هرمي، هلاقي خراطيش لملوك مصر كلها منقوشه على الجدران الخارجي. يعني انا من اول لحظه انا بنبهر فعلا بالمتحف المصري الكبير. اول ما هدخل اول حد هيستقبلني مين؟ الجد الاعظم لملوك مصر، في رمز للقوه والقياده والحضاره. طبعا انا اول ما بيفتح الباب بيدخل السائح بيحس ان هو دخل يعني مر عبر الزمان، مر عبر الزمان فعلا. بوابه الزمن، بيدخل بالزمن لجوه وبيدخل يشوف عظمه الملك رمسيس الثاني. وزنه 83 طن. حضرتك متخيل ان احنا نقلنا 83 طن بيقع في هذا المكان في تمثال واحد بس ارتفاعه 11 متر. شوف العظمه. لما يصور السائح بقى جنب تمثال الملك رمسيس الثاني ايه اللي ممكن يعني يشعر بايه ساعتها؟
وعلى جنب بجانب الملك رمسيس الثاني هنلاقي عمود لابنه من انبتاح الثالث عشر. طبعا العمود ده طبعا اثري طبعا. وبعدها هنشوف ايه؟ هنشوف 2 ملوك، ملك وملكه من العصر البطلمي، اللي هي الاثار الغارقه في الاسكندريه. تم انتشاله وتم ترميمه ووضع بهذا المكان ليه؟ عشان بدي رساله في اللي هي زي ما قلنا العصر الفرعوني والعصر القبطي والعصر الروماني. فاحنا بنشوف عصور مختلفه، وانا لسه داخل بس من منطقه البهو الكبير. بعد منطقه البهو الكبير هلاقي الدرج العظيم. الدرج العظيم ده فيه كام اثر؟ فيه 60 اثر بيتناول حقب زمنيه مختلفه، وفي 4 عروض مختلفه. بشوف في المكان ده 4 عروض مختلفه. انا لو قعدت يوم كامل على فكره انا مش هوفي المتحف حقه فعلا. الى جانب كده هدخل الاقي بقى كمان قاعه الملك توت عنخ امون. العظمه كلها في قاعه الملك توت عنخ امون. مساحه قد ايه مقام عليها؟ 7500 متر مربع. متخيل مساحه بجمع كل اثار توت عنخ امون والذهب، مقتنياته الذهبيه هشوفها من غير لوح زجاجي. لاول مره بيتم عرض مقتنيات الملك توت عنخ امون بدون لوح زجاجي. هشوف الذهب المرصع، هشوف الحلقان، هشوف التيجان، هشوف القناع الذهبي للملك توت عنخ امون. احنا جمعنا كل كنوز الملك توت عنخ امون في هذا المكان. جمعناه من كذا محافظه بحيث ان انا فعلا ابقى ابهر العالم اجمع بكنوز الملك توت عنخ امون اللي بتتراوح كام قطعه؟ حضرتك متخيل كام قطعه؟ 5398. عدد كبير. حضرتك متخيل؟ انا فعلا لو قعدت يوم زي ما قلت لحضرتك ولا اسبوع هيكفيني ان انا اوفي فعلا المتحف المصري الكبير حقه. بعد منطقه الملك توت عنخ امون هلاقي كمان عندي حوالي 12 قاعه عرض. حضرتك متخيل 12 قاعة عرض؟ في كل قاعة بتناول برضو حقبة زمنية معينة. بستخدم فيها الصوت والضوء، بستخدم فيها العروض الافتراضية. بروح فعلا في تجربة حقيقية واقعية ولكن افتراضية في الأسر المختلفة، وبعيش الواقع الافتراضي كأني بالظبط عايش مع الفراعنة. بشوف فنون التحنيط، بشوف ازاي كانوا بيدفنوا الموتى، بشوف فنون كتيرة جدا جدا عند المصري بطريقة تفاعلية. 12 حقبة زمنية أنا بدخل فيها حرفيا. عشان كده بقول برضه ده مش ممكن يكفيه يوم واحد حتى للزيارة يعني. كمان اللي فوق كده وكده ايه كمان؟ ده أنا عندي كمان متحف للملك خوفو. الملك خوفو ومراكب الشمس، المركب الأولى والمركب الثانية. عندي كمان نموذج لمحاكاة لنهر النيل. عملنا تخيل إن احنا نعمل نموذج محاكاة لنهر النيل في وش في مواجهة على طول آثار بتاعة الملك خوفو. حضرتك متخيل؟ على حافة النهر كمان في المعبود حابي، روح النيل عند المصريين هنلاقيه واقف. حضرتك متخيل؟ احنا فعلا بنعيش عصور مختلفة، وانا بدخل في حالة انبهار، بخلص انبهار ادخل على انبهار تاني. يعني بجد الموضوع فعلا رائع. طبعا. عندي كمان حفرة للملك خوفو اللي اكتشفوا فيها الاخشاب بتاعته. موجودة نموذج محاكاة واقعي للشكل العام للمتحف، فعلا اكتر من رائع. بالاضافة لكده ده انا عندي كمان الادهى من كده، يعني اول متحف يتعمل في مصر للطفل. دي بقى بالظبط يعني حاجه فعلا اكتر من رائعه. طب حلو قوي متحف الطفل ده، جميل قوي. هنتوقف عنده بقى. احنا هنطلع بفاصل والحديث الشيق جدا عن المتحف المصري الكبير مع دكتور نجوان حسني. هنطلع بفاصل ونرجع معاها على طول للكلام عن الطفل ومكانته بقى داخل المتحف المصري الكبير. لسه معاكم في صباحنا أحلى، ولسه بنتكلم عن الإنجاز الثقافي الكبير جدا، إنجاز القرن ال21 المتحف المصري الكبير. وقد إيه يعني شوقتنا دكتور نجوان حسني للروح العظيم حقيقة. وكنا قبل ما نطلع بالفاصل قلنا إنه داخل المتحف المصري الكبير في مركز للطفل، متحف خاص نتكلم بقى عنه كده باستفاضه والله يعني فعلا اكتر حاجه فعلا يعني تبسط جدا ان احنا لاول مره يتم عمل متحف للطفل والاهتمام بالطفل ده. طبعا الطفل ده هو النواه الاساسيه اللي هو هيحافظ على الهويه المصريه لو هنتكلم من ناحيه مصر.
ولو هنتكلم برضو عالميا من ناحيه الطفل اللي هو جاي لي السائح الخارجي، لما يحس بعبق التاريخ ويدخل المكان دوت ويلاقي فيه اهتمام مباشر ليه، طبعا دي حاجه رائعه 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 فعلا. طيب تعالوا نشوف المتحف، متحف الطفل دوت، هل يا ترى مسموح للطفل والاباء يدخلوا ولا هو للطفل بس؟ ممكن الطفل ندخله جوه والاباء يتفرجوا؟ لا طبعا، هو المتحف مصمم بحيث ان هو يستقبل الاطفال وايضا يستقبل الكبار، يعني يعتبر كانه متحف اسري. طيب الطفل هدخله هيتعلم ايه الطفل؟ اولا عندي عروض افتراضيه كتيره جدا جدا، عندي قصص وحكايات بالواقع الافتراضي، يعني التعليم هناك مش بالتلقين، لا مش هعلمه بالتلقين ان هو يسمع المعلومه او حد يشرح له او مرشد سياحي يشرح له، لا 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 بالعكس، ده انا عندي تجربه واقعيه هيعيشها الطفل من اول ما يدخل المتحف المصري. هيلاقي طبعا حكايات واساطير بتتحكى طبعا بلغه مفهومه للاطفال، وعلى فكره عندي كمان عروض باللغه العربيه وجميع لغات العالم، عروض تانية طبعا، علشان انا مش بخاطب الطفل العربي بس، انا بخاطب الطفل الاجنبي كمان طبعا، عشان اقدر اوصل المعلومه بشكل جيد للطفل. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان انا بلعب على حواس الطفل، حاسه السمع، حاسه البصر، حاسه اللمس. حضرتك متخيل يعني الطفل ممكن يمسك اداه زي مثلا الورق البردي، عاملين ادوات زي ورق البردي بالظبط، يفتح ورقه البردي يلاقي معلومه بسيطه جدا عن الكتابه الهيروغليفيه، عن ملك، معلومه بسيطه جدا، المعلومه اللي هيقراها ممكن كمان هيشوفها. هيمسك في ورش عمل كمان، على فكره في ورش عمل مصممه للاطفال، هيدخل في ورشه العمل دي هيتفاعل مع الاطفال اللي زيه، هنقعد في حلقه هنقعد فيها وهنمسك ورق البردي وكل طفل يكتب معلومه هو اكتسب ايه النهارده، هو عرف ايه النهارده. طبعا دي بتشجع الطفل على ايه؟ اولا القرايه. في مكتبه على فكره كمان، في مكتبه للطفل جوه مصممه خصيصا للاطفال بتقنيات اللي هي العصر القديم وايضا العصر الحديث. عندي شاشات لمس، الطفل بنفسه هيلمس الشاشه يقدر يعرف تاريخ المصري ده ايه بمعلومات بسيطه جدا بتخاطب لغه الطفل. كمان في اماكن هيدخلها هيحس فيها كانه دخل عبر الزمان وهيشم ريحه الماضي. حضرتك متخيل يعني بيعيش التجربه، حاسه سمع ولمس وبصر وايه ده؟ لا الموضوع كبير جدا ان انا بتعامل مع الطفل على انه حد كبير بيفهم وبيعي ووصل له المعلومه، لان الطفل ده هو سفيري في الخارج، سواء حتى طفل اجنبي طفل عربي، طبعا هو سفيري في الخارج. فقد كده الاهتمام بالطفل. هعلم الطفل على فكره في ورش لتعليم فن الخزف، فن الفخار، الرسومات، الفنون كمان، حتى الفنون الزخرفه، كل دي في ورش تعليميه داخل المكان. حضرتك متخيل يعني الطفل مش هيقول انا هروح النهارده بس، ده هتلاقيه كل يوم عاوز يروح المركز التعليمي ده. طبعا. فالمتحف فعلا شامل متكامل فعلا. هل هو في متحف للطفل وبس؟ لا طبعا، تم في عمل فيه كمان قاعات للمؤتمرات علشان نجذب سياحه المؤتمرات. يعني لو قلت ان المتحف المصري ده مش متحف بس بيهتم بالسياحه الثقافيه هبقى انا غلطانه. لا، المتحف المصري بيهتم بالسياحه الثقافيه الترفيهيه ايضا والبيئيه. مكانه طبعا في صحاري مصر، مكانه عند الاهرامات، المنطقه دي يبقى منطقه هو ثريه جدا طبعا يعني. هو مركز ثقافي ترفيهي عالمي. اذا انا لا الموضوع مش غير كده. كمان عندي قاعات للسينما، متخيل في قاعات سينما هيتم فيها عرض طبعا الاحقاب الزمنيه المختلفه وافلام تسجيليه وحاجات جميله جدا هتشجع المواطن المصري والمواطن العربي والسائح الاجنبي انه يدخل القاعات دي ويشوفها. هل كده بس؟ لا، في كمان سياحه سياحه الطعام. هنمارس كمان في المكان ده سياحه الطعام دي، لان احنا تم عمل برضو قاعات للاطعمه، اطعمه مختلفه اللي هي بتمتاز بيها الاكلات الشعبيه اللي بتمتاز بيها مصر. تم عمل كافيتريات، تم عمل كمان مكان للهدايا، مزارات، ويقدر السائح يشتري الحاجات المقتنيات الاثريه بسعر طبعا جيد. وطبعا دي تبقى برضو حاجه يعني هو من التاريخ ان انا بهدي السائح بهديه جميله، وهو طبعا السائحين بيحبوا قوي قوي الحاجات الاثريه دي. طبعا بالاضافه لكده الممشى اللي انا قلت عليه، الممشى السياحي ده اللي بيربط ما بين منطقه المتحف الكبير بالاهرامات. الممشى السياحي ده بحافظ فيه على الهويه البصريه. السائح طول ما هو ماشي هو في حاله من الانبهار الغير عادي والغير مسبوق، ان هو ازاي العظمه دي كلها.
فاذا لا، المتحف المصري الكبير حكايه كبيره جدا جدا، وهو اكبر صرح فعلا على مستوى العالم، وفعلا هيحصل من خلاله جذب غير عادي للسياحه الثقافيه في يعني مصر. نقدر نقول يا دكتور نجوان انه بالتأكيد المتحف المصري الكبير ده هيعيد من جديد رسم خريطة السياحة الثقافية. اكيد اكيد طبعا هيعيد رسم خريطه السياحه الثقافيه. عارف ليه حضرتك؟ لان يمكن الاول كنا بنقول منطقه الاهرامات، كان بيجي السائح يزور منطقه الاهرامات. النهارده انا مش جاي منطقه الاهرامات بس، ده انا جاي هزور المتحف المصري الكبير، هدخل متحف الطفل، هدخل منطقه الاهرامات، هزور الملك خوفو. اذا في اكتر ده يوم كامل ومش هيكفي كمان، مش هيقضيه. انا كده الذكاء هنا ايه بقى؟ ان انا بلعب على ايه؟ اطاله المده الزمنيه اللي هيمكث فيها السائح في الفنادق بتاعته عشان يقدر يزور المتحف ده. لازم له ايام، ولا 10 ايام ولا شهر، عايزه اقول لحضرتك هيقضيه. طبعا انا كده بعمل ايه؟ بعمل استثمار غير مباشر. طبعا بعمل استثمار غير مباشر. ليه؟ ان انا بستقطب السائح يقعد اطول فتره ممكنه، وطول ما هو قاعد هو بيشتري في هدايا، طبعا بيتصور في الاماكن. كل مكان فعلا بيحمل عبق التاريخ بشكل مختلف. كل مكان في المتحف بيحمل حقبه زمنيه معينه، فالسائح يبقى شغوف ان هو يتصور. ده سفيري في الخارج، ده هيروج لي بشكل غير مباشر للسياحه بتاعتي. طبعا حاجه تانية ان انا بدات كمان استثمر في البنيه التحتيه بتاعتي. استثمرنا فيها فعلا، ظبطنا كل الطرق والمحاور المؤديه للمتحف، بحيث فعلا السائح هيعيش تجربه حقيقيه وتجربه مريحه جدا. تسهيل المواصلات كمان أكيد دي حاجه مهمه جدا. وزي ما كنا بنتكلم واحنا في الفاصل انه فعلا يمكن خط المترو الجديد او الخط الرابع ده هيسهل كمان بشكل كبير جدا حتى للسياحه الداخليه. ويعني بالظبط. يمكن احنا كمان بنأجل في موضوع الافتتاح، لان احنا فعلا الافتتاح ده لازم يبقى افتتاح مهيب يليق بالحضاره المصريه العريقه، وهيتم دعوه ملوك العالم ورؤساء العالم لهذا الافتتاح الضخم. فطبعا لازم تكون كل حاجه على اكمل وجه، بحيث هو ده وجهتي السياحيه الجديده. وبالفعل ده هيغير منظوم خريطه السياحه العالميه في المجال، في القطاع الثقافي تحديدا. وفعلا هيبقى هو ده محط انظار العالم الفتره القادمه ان شاء الله. دكتور نجوان، بالتأكيد يعني احنا عارفين كويس جدا انه السائح الاجنبي لما بيجي لمصر هو بيبقى عارف، ممكن يكون عارف اكتر من المصري نفسه عن حضارتنا وعن كل اللي هو جاي يزوره، بيقاري عنه وعارف كتير جدا، عنده وعي. طبعا ايه اللي مطلوب مننا احنا كمواطنين بقى واحنا بنستقبل يعني افتتاح هذا الصرح الثقافي الكبير؟ والله وانا كمواطن لازم التزم. ازاي التزم؟ ان انا اعامل السائح من اول ما بيحط رجليه في البلدي كده معامله جيده. من اول، بص في مثل بيقول قابليني ولا تغديني، صح كده؟ فانا المقابله ان انا اقابله ببشاشه، ان انا ما اضايقهوش، ان انا ما يبقاش فيه طبعا تعامل غير لائق مع السائح، لان دي اول انطباع. ودايما بنقول الانطباع الاولى تدوم. فيمكن حصل توعيه كتيره جدا جدا، بدءا من الاطفال في المدارس، للشباب في الجامعات، للام حتى في البيت فعلا بتوعي اولادها. لا الموضوع بقى مختلف، واحنا بقينا اكتر وعيا. وجينا شفنا برضو الميديا وشفنا التسويق والترويج بيتم ازاي حاليا في الشق ده تحديدا. وطبعا في حملات توعيه كبيره جدا في التلفزيون دايما احنا بنشوفها، ان احنا ازاي نتعامل مع السائح، ازاي نحافظ على الاثر بتاعي نضيف. النظافه اهم حاجه طبعا. صحيح. في التعامل، في الرقي، في ان انا امر الاقي المكان فعلا حضاري يليق بيا كسائح ويليق بالمواطن المصري. طبعا احنا بنعمل الكلام ده ليه؟ عشان المواطن المصري طبعا بنعزز من الهويه المصريه، وبنقول قد كده الهويه المصريه والحضاره المصريه حضاره عريقه، مش بس من الفراعنه منذ القدم، لا حتى المواطن المصري الحديث حاليا هو برضو اصلا هو اللي بيحافظ على الهويه بتاعتي. دكتور نجوان، ايه يعني اعتقد دي من التحديات برضو اللي بتواجه السياحة في مصر؟ ايه اهم التحديات اللي بتواجهنا كمان غير الوعي بقى ده؟ يعني هو احنا كنا بنقول دايما هو الوعي قضيه وطن. فعلا الوعي قضيه وطن، واحنا فعلا الشق ده احنا دوله شغاله عليه كويس جدا 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 الحمد لله. لكن هنقول تحديات كتيره فعلا بتواجه قطاع السياحه. يمكن فعلا الدوله المصريه اتغلبت على العديد من التحديات، بدءا من التحدي الامني. الاستقرار الامني ده اهم حاجه، وده اهم حاجه ان انا اشعر بالاستقرار الامني بكل ما بيدور في المنطقه حوالينا.
دارت حاجات كتير حوالينا، لكن مصر فعلا استطاعت ان تحقق الاستقرار الامني، وشفنا ده واضح في 2011. شفنا الكبوات اللي حصلت اثناء ازمه كورونا، تعافينا بسرعه جدا، وبفضل الاستقرار الامني استطعنا ان احنا نستقطب السائحين. فعلا هي مصر بلد الامن والامان. يمكن بقى التحدي الكبير قوي قوي اللي احنا بنعاني منه حاليا التغيرات المناخيه. فده اكبر تحدي لاثرنا على فكره، لان التغير المناخي ده اكيد بيأثر على الاثر المصري. طبعا احنا دلوقتي عندنا بنقوم بعمليه الترميم زي ما احنا قلنا، بس احنا محتاجين نحافظ على الاثار بتاعتنا. ويمكن المتحف المصري الكبير عشان احنا نحافظ على اثارنا، فعلا احنا استقطبنا اخذنا كل الاثر بتاعنا من جميع المحافظات زي ما قلنا، وتم وضعه في المكان ده تحديدا ليه؟ عشان احافظ على الاثار بتاعتي. طيب هل التغير المناخي هيأثر على الاثار؟ هل هيأثر حتى على السياحه الترفيهيه؟ هل هيأثر على السياحه الشاطئيه؟ بالفعل عايزين نتفق ان هو اثر، بدليل عندي في البحر الاحمر الشعب المرجانيه اتأثرت بالحراره الشديده، وفعلا يعني احنا بنحاول جاهدين نبدا بنطور من حاجات كتير، ومنها في شرم الشيخ لقينا دلوقتي ان احنا بنستخدم الطاقه النظيفه حفاظا على الشعاب المرجانيه، حفاظا على السياحه الشاطئيه. فعلا الطاقه النظيفه استخدمناها في طرق المواصلات، حتى الفنادق اتجهنا لانشاء الفنادق الخضراء، وده ليه؟ علشان انا براعي التغير المناخي، طبعا العوده للطبيعه. فدي حاجات طبعا التحدي المناخي ده مصر فعلا شغاله على الملف ده في الفتره الحاليه. وعندي تحديات كتير، التحول الرقمي، لكن برضو تغلبنا عليه. ان احنا دلوقتي الحمد لله، يمكن الاول كان السائح يعني بيبقى صعب عليه ان هو يحجز المكان اثري زي المتحف المصري او المتحف القومي للحضاره، كان بيبقى صعب ان هو يحجز، وكنا بنشوف يعني حاجات يعني بيقعد فتره طويله. دلوقتي التحول الرقمي انا من خلال المنصات الالكترونيه بحجز التذكره، بعرف الساعه اللي هدخل فيها، طبعا شاشات تاتش من بره برضو ممكن بحجز من خلالها، ما فيش بقى موظف بقى وافضل واقف طابور والكلام ده، طبعا ده سهل كتير جدا. التحول الرقمي ساعدني كمان في الترويج السياحي للمنتج السياحي، المنصات المختلفه، احنا بنقدر نعيش تجربه سياحيه زي ما حكينا كده عن المتحف المصري الكبير، تقدر تدخل تشوفه، تقدر تدخل المتحف القومي للحضاره. طبعا الدوله اتجهت كمان لانشاء متاحف عديده على فكره. احب قوي اشير للجزئيه دي علشان ما نفتكرش ان هو المتحف المصري الكبير هو اللي تم انشاؤه بس، لا، تم انشاء متاحف كتيره جدا. في احياء متحفنا يعني المتحف اليوناني الروماني هنا في اسكندريه، طبعا تم احيائه، طبعا المتحف القومي في اسكندريه. عندي متحف العاصمه الاداريه الجديد، المتحف ده بقى يعني فعلا ده تحفه فنيه ومعماريه. ليه؟ لانه هو كمان بيتناول مصر بعصورها المختلفه وصولا بالعصر الحديث. انت بتشوف مصر بتغير في العالمين. عندي متحف في شرم الشيخ، عندي متحف في الغردقه، عندي متحف في كفر الشيخ، عندي متحف في الغربيه. اذا الموضوع كبير. فالموضوع فعلا موضوع المتاحف فعلا بيشغل هم القياده السياسيه، ان انا لازم اعيد احياء التراث المصري واوجه انظار العالم للحضاره المصريه الممتده لاكثر من 3700 سنه، وده مش موجود في اي دوله في العالم. فاذا احنا محتاجين كنا ان احنا نقابل تحديات كتير، ومحتاجين ان احنا نواجه هذه التحديات، واحنا فعلا الدوله المصريه بتقف على قدم وساق في كل تحديات السياحه. فعلا احنا بنجتازها بنجاح، وانا بحب من هنا احيي فعلا القياده السياسيه على الشغل الكبير جدا والمجهود العملاق، ومعالي طبعا رئيس الوزراء لما يقوم به من طبعا احياء ومن حاجات عظيمه جدا لقطاع السياحه ووزير السياحه. فعلا الدوله متكاتفه في طبعا موضوع السياحه والسياحه الثقافيه تحديدا. تحيه تعظيم لكل من ساهم في احياء السياحه الثقافيه في مصر، لانها واجهت مصر لتحقيق رؤيتها 2030 وتحقيق نمو سياحي مستدام. الاستدامه دي اهم حاجه، ان انا يبقى في استدامه في الموارد السياحيه بتاعتي، ودايما في اكتشافات جديده. دكتور نجوان، يعني أكيد المرأة ليها دور بارز جدا ودور فعال جدا ومؤثر في الترويج للهوية المصرية. مدى تأثير دور المرأة في قطاع السياحة الثقافية؟ والله حضرتك فعلا يعني بتحط اسئله رائعه فعلا، وبحيي الاعداد وبحيي حضرتك طبعا انكم بتتناولوا فعلا موضوعات رائعه.
ودور المراه تحديدا بما ان انا موجوده هنا بمثل مثلا جزء بسيط من المراه. فيا رب فعلا عايزين نقول ان المراه المصريه طبعا دورها عملاق منذ نشاتها من العصور القديمه لحد وقتنا هذا. بما اننا بنتكلم على التاريخ هنلاقي على مدار التاريخ المراه المصريه بتحافظ على الهويه المصريه وبتحافظ ايضا على التراث المصري، بدءا من حتشبسوت. لو شفنا حتشبسوت وهي بتبني المعابد للملكه نفرتيتي ملكه الجمال، ووقوفها مع اخناتون في الحفاظ على الهويه والتوحيد والعقيده، وصولا للمراه في المجال السياسي وشفنا صفيه زغلول وشفنا هدى شعراوي. طيب المراه حديثا دورها ايه؟ المراه دورها من اول البيت، من اول البيت في اعداد الابناء، في ان هم يحافظوا على الهويه، الانتماء، الولاء، كل ده كان دور للمراه. طيب مرت العصور اختلفت يعني رؤيه المراه وطريقتها في الحفاظ على الهويه المصريه ازاي؟ زمان في العصور القديمه بتحافظ على الهويه من خلال ايه؟ المعابد، الرسومات. شفنا في المعابد اللي هي المراه الطبيبه عالمه الفلك، شفنا نقوش على الجدران بتؤكد ان المراه كان لها دور في الحفاظ على الهويه المصريه. اختلفت الادوات، هل انا عندي معبد دلوقتي هسيف عليه حاجتي؟ لا طبعا. المراه عملت ايه في العصر الحديث؟ بدل المعبد اللي عندها دلوقتي شاشه موبايل، عندها شاشه موبايل. بدل ورق البردي عندها البوست اللي بتنزله على الفيس او بتنزله على اي منصه الكترونيه. ببدا اروج لمنتجي السياحي من خلال حاجه بسيطه جدا. اي مراه قاعده في البيت النقش في العالم الافتراضي. بالظبط. فدي حاجه طبعا رائعه جدا ان انا عندي وسائل ميديا حديثه بقدر اروج من خلالها منتجي السياحي او ببدا احافظ على الهويه المصريه. عندي نماذج كتير للمراه المصريه بدءا من المراه النوبيه البسيطه. لو هتروح حضرتك النوبه او هتروح الاقصر واسوان، في اسوان هنلاقي البيوت النوبيه بتتفتح للسائحين. صح، بنشوف المشهد ده. صح. البيوت المزركشه هنلاقي بيعملوا الاكل، سياحه الطعام بيمارسوها وهم على الفطره. بتلاقي اللي بيعملوا الفطائر، بيعملوا الحاجات دي، الشاي بتاعهم اللي بالنعناع، حاجات بسيطه جدا بس دي الثقافه النوبيه اللي هي ثقافه اسوان. هنلاقي الهدايا التذكاريه، هنلاقي الطوق المزخرشه، الشنط، كل الحاجات دي بيحبوها السائحين. طبعا المراه البسيطه في النوبه فعلا بتروج للسياحه بدون وعي على فكره. ان هي بتعمل على الفطره. فما بالك المراه على الفطره بتعمل ايه؟ اما المراه المتعلمه المرشده السياحيه اللي بتقابل الجست في الفندق، يعني فعلا في نماذج كتيره جدا. عندي نماذج برضو في الفيوم مثلا، لو هذكر اسماء، في هاله، في كذا مسمى، في ايمان هجراسي اللي صنعت من فخار ادوات رائعه جدا مزركشه وبدات تروج للمنتج عالميا، بقت مشهوره عالميا جدا. انسانه بسيطه قدرت تروج لصناعه بسيطه جدا، الفخار المزركش وصل للعالميه. عندي مصممات ازياء كمان، مصممات ازياء صنعوا فعلا اللي هو اللبس الفرعوني، التيجان، الحاجات دي كلها بيحبوها قوي السائحين. اذا المراه في كل مجال فعلا بتقدر تدي وبتقدر تروج للمنتج السياحي. سياحه الطعام الموجوده، يعني فعلا لا المراه كل حاجه حقيقه ليها دور بارز. هي فعلا الجسر الحقيقي والحجر الاساس لو هنقول في الحفاظ على الهويه المصريه من عصور قديمه زي ما تناولنا من العصر الفرعوني لوصولا للعصر الحديث والميديا الرقميه والتحول الرقمي. المراه لها دور فاعل بصراحه، هي القائده وهي الرائده وهي كل حاجه في الدنيا. تحيه للمراه. كل التحيه لدكتور نجوان حسني الخبير الاكاديمي في مجال السياحه الترويحيه والتسويق الاعلامي. شكرا جزيلا لحضرتك، شرفتينا ونورتينا. شكرا موصول لحضرتك وللساده المشاهدين. شكرا لك. مشاهدينا، دي كانت فقرتنا عن المتحف المصري الكبير، هذا الإنجاز الثقافي الكبير جدا في القرن ال21 واللي كلنا منتظرين بشغف جدا افتتاحه. هنطلع بفاصل ونرجع لحضراتكم ولقاء آخر على الهواء.